اذا انت رجال وقلبك قوي تابع المقطع لين النهايه، وفي نهايه المقطع بعطيك هديه. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم عبد الرحمن من قناه مستر دحوم، وجيتكم بفيديو جديد. جبت لكم اليوم كم مقطع مرعب، يعني مقاطع مرعبه للركب. اذا انت قلبك قوي وما تخاف، ما في خوف من دنيا، تابع المقطع لين النهايه. واذا تابعته وشفت لما النهايه يعتبر انت قلبك قوي. مصنوع من صخره شديده وقويه. سقمة لا سقمة. المقطع الاول هذا واحد سمع ازعاج فوق السقف حق بيتهم، وقام راح يشوف ايش في صوت الازعاج هذا، ايش اللي صاير فوق. قال يمكن دجاجه تبيض فوق قاعده تصيح، ولا عري جالس يتضارب مع بسه. واول ما راح لفوق هذا اللي شافه. Escucha, hágale suavecito. Espere, hágale. اوه شت، ورب الكعبه ان المقطع جدا مرعب للركب امانه. وهذا المقطع الثاني اللي انا مش مستوعبه. واحد دخل بيت مهجور وشاف زي الطفله صغيره كذا، ولكن شكلها غريب، وجهها ملامحها غريبه، واتوقع ان هذا يعني مو حقيقي وهذا فلتر. وشوف المقطع هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربع بحاول. زي ما شفتوا المقطع انا يعني مو مصدقها اصلا، لكن كذا حطيتها معاهم لان متوقع 100% ان هذا فلتر اصلا. وهذا مقطع واحد صور خويه يقول انه تلبسها جني، وهذا اعتقد انه يعني مو حقيقي وهم يمثلوا، واصلا الجن من ورا ما فيهم ظل، لكن هذا وراه ظل، واتوقع انه يعني مو حقيقي هذا وتمثيل تقريبا. واكثر الناس اللي شفتهم يعني اللي شافوا الفيديو في التعليقات قالوا هذا كله تمثيل. شوف الفيديو. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ألا أعوذ بكلمات الله التامات. الله لا إله إلا القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. اخرجوا من هذا لا يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه. أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ بكلمات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بيده. سم بالله. سلاء مشينا علاء، احنا مسالمين. سم بالله. سم بالله تكفى. علاء سم بالله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر. اكتب لي رايك في التعليقات، اذا كان تمثيل اعطيني وجهة نظرك واكتب لي في التعليقات. هذا المقطع اللي هو مرعب حرفيا بمعنى الكلمة. رجل كان نايم بامان الله، وفجأة شاف باب غرفته انفتح، وشاف شبح يعني زي الشبح اسود كذا، طحس من تحت السرير ونزل لتحت. شوفوا المقطع. والله من وجهة نظري انا اتوقع هذا تمثيل ومو حقيقي اصلا، واتوقع يعني ملخص من فيلم. واكتبوا لي رايكم في التعليقات اذا كان حقيقي ولا مرعب، اكتبوا لي تحت في التعليقات. اللي بعده، وهذا مقطع لواحد مغامر يستكشف بيوت مهجوره، ودخل لبيت مهجور وهذا اللي شافه. مقطع جدا مرعب معنى الكلمه، وربما هو صدق او تمثيل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله. زي ما شفتوه مقطع مرعب بمعنى الكلمه. وهذا واحد كان جالس كذا بامان الله، وسمع صوت قربعه في الحوش حق بيتهم، واول ما خرج جلس يفتش ما لقى شيء. بعدين بعد تفتيش طويل وقام يدور اكثر، هذا اللي شافه. I know you're out there. I think it's been a fox or something. Alright? Who's there? هذا المقطع اللي انا اتوقع انه حقيقي وارعب واحد فيهم كامل. رجل سمع صوت يعني صوت صراخ بنت في المطبخ، واول ما راح للمطبخ هذا اللي شافه. ¿Qué quiere?
يا ساتر، واقسم بالله انها مرعب بمعنى الكلمه. تخيل انت جالس كذا وتسمع صوت بنت تصيح وتجي، وهذا اللي تشوفه قدامك. والله مرعب بمعنى الكلمه. كثير ناس تقول ان الجن تحب تلعب مع الاطفال والعياذ بالله، وهذا مقطع تقريبا اللي انا تقريبا ما افتهم لي والله، بس شفته وحطيته بينهم. شوفوه. زي ما شفتوا تقريبا هذاك اللي جالس يتعلق من وراء عند الباب، تقريبا هذاك جني والعياذ بالله. بالله ورب الكعبه لو خفت اكتب لي في التعليقات، واذا ما خفت اكتب لي كمان في التعليقات اني ما خفت وقلبي قوي ومن حجر وخلها تبرق وترعد. اذا وصلت الى هذه اللحظه كذا انت يبقى قلبك حجر قوي من الماس، يعني قلبك حجر لاقصى درجه. وبس وصلنا لنهايه المقطع. كان معكم عبد الرحمن من قناه مستر دحوم. اشوفكم في المقطع الجاي، ولا تنسى اللايك والاشتراك، والسلام. حلوه، تلقى علي كذا اكنسل ابوها ما عاد البسها. سلام.